التهابات المفاصل. صباح الخير. النهارده وزي ما طلبتوا وناس كتير طلبت مني نتكلم عن التهابات المفاصل. في الاول خالص وزي ما احنا متعودين لما نيجي نبتدي في موضوع بنبتدي نعرف الموضوع الاول ونبتدي نعرف اصلا يعني ايه التهابات مفاصل. وعشان كده هنستخدم طريقة جديدة النهارده، هشرح لكم شكل المفصل ده بيبقى عامل ازاي عشان انا وانا بتكلم تبقوا متخيلين معايا اللي بيحصل. اي مفصل هو عبارة عن نقطة التقاء عظمتين، يعني في عظماية وفي عظماية، والمكان ده المفروض يحصل فيه حركة زي الكوع، زي الركبة، زي الحوض، زي مفصل الكتف. بتحصل ازاي؟ انا بيبقى عندي عظماية، شكل العظماية دي عامل ازاي؟ شكلها بيبقى عامل كده، وقصادها واحدة تانية بنفس المنظر تقريبا. طيب هيتحركوا ازاي؟ بينهم وبين بعض بيبقى في حاجة كده غضروف. الكلام ده بيمشي على كل مفاصل الجسم بما فيها العمود الفقري، ما عدا بس ان الفقرة بتاعت العمود الفقري شكلها بيختلف. في عظمة فوق، عظمة تحت، هنا في غضروف. طب المكان الفاضي ده بيبقى عبارة عن مادة زلالية كل شغلتها انها تغلف الغضروف، فلما يجي يحصل كده حركة ما يحصلش احتكاك وتحافظ على الغضروف وعلى كفاءته أطول فترة ممكنة. طب أنا إيه اللي بيحصل معايا؟ أول حاجة المادة الزلالية دي بتبتدي تنشف، ودي طبعا لأسباب كتير هقولها دلوقتي. لما تنشف المادة الزلالية دي أصبح هنا العظمة بتحتك بالغضروف مباشرة، مفيش حاجة تحميه. هناخدها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى من التهابات المفاصل إن المادة الزلالية دي بتبتدي تنشف، فتبتدي العظمة تحتك بالغضروف حاجة بسيطة، فيبتدي يحصل معايا إيه؟ وأنا بصلي أسجد ركبتي بتطقطق، وأنا طالع السلم ما بقدرش أدوس عليها. هنا أنا لسه في المرحلة الأولانية، هنا العلاج سهل، هنا العلاج مش حل مسكن على الماشي ونقدر نمشي، وبرضه هتكلم بالتفصيل. طب إيه المرحلة التانية؟ المادة الزلالية دي نشفت بالكامل، فبدل الاحتكاك ما بقى جزئي بقى احتكاك كلي. هو احنا مع أي حركة العظمة بتحتك بالغضروف. برضه هنا العلاج مازال في مرحلة إنه سهل، وسهل إن إحنا نقدر نعمله، ودي في الأغلب المرحلة اللي الدكتور فيها بيرشح الحقن. المرحلة اللي بعدها المرحلة الثالثة نشفت، بقينا نحتك بالغضروف، فالغضروف بدأ يحصل له تآكل بسيط، وهنا بنبتدي ندخل في مرحلة التيبس. أنا مش قادر أحرك، الوجع مش طبيعي، أنا بصلي وأنا قاعد، أنا ما بقيتش أقدر أركب مواصلات، أنا ما بقيتش أقدر أطلع السلم، أنا هنا لازم أستعين بعصاية لأني مش قادر أحمل على ركبتي. المرحلة الرابعة ودي للأسف اللي بيبقى ملهاش حل غير حل جراحي، إن الغضروف بيبتدي يتآكل، بيتهري، بيبوظ خالص، ما بيبقاش نافع ان احنا حتى نتعامل معاه، غير ان هو احنا لازم ندخل ونشيله ونبتدي نتعامل جراحيا. وهنا ساعتها بيكون في اكتر من اختيار. لو العظم نفسه ما حصلش فيه تآكل بنشيل الغضروف وبيبقى تغيير جزئي، او ان احنا بنشيل الجزء ده بالكامل واللي احنا بنقول عليه المفصل الصناعي. دي الاربع مراحل بتاعه التهابات المفاصل. ايه هي سبب التهابات المفاصل؟ 1. السلوك الغذائي الخاطئ، باكل غلط، بدخل جسمي مواد التهابية طول الوقت مولعة الجسم حريقة، بتاكل في كل المادة الزلالية اللي بتغلف المفاصل. 2. السمنة، كل كيلو زيادة في جسمك بيحمل 4 كيلو زيادة على ركبتك. عشان كده دايما دكتور العظام او دكتور العمود الفقري او مخ والاعصاب لما تروح له وتشتكي له او تروح له باي حاجه يقول لك اول حاجه تخس. كل كيلو بينزل من وزنك بيخف 4 كيلو حمل على ظهرك وعلى مفاصلك.
طبعا السن، ودي حاجة ملناش يد فيها، لما بنبتدي نكبر في السن مقدرة الجسم على انه هو يحافظ على كفاءة المادة الزلالية دي بيبتدي يقل، ودي ليها طبعا علاج وليها وقاية وهنتكلم عنها لوحدها. طبعا الإجهاد المتكرر، ودي برضو ليها حل وليها وقاية. بمشي كتير، كل شغلي فيه مشي، كل شغلي قاعد، ان انا بحمل على مفصل رياضي، بلعب كورة، بلعب تنس، كل دي ان انا بحمل على مفصل معين كتير من غير ما اعمل له وقاية ومن غير ما اعمل له صيانة. ما هو جسمنا محتاج صيانة برضو. الامراض المناعية زي الروماتويد برضو بيدمر المفاصل بالتدريج، وبرضو سهل ان انا لو عرفته في الاول الروماتويد واكتشفته ان انا ابتدي اعمل صيانة لجسمي وان انا احميه من المضاعفات. وطبعا اخر حاجة ودي مش منتشرة كتير، الاصابات القديمة، كسر، كدمة، خبطة، الحاجات اللي زي دي برضو بتعزز فكرة ان احنا بنبقى معرضين ان احنا يحصل لنا التهابات في المفاصل. النهاردة عرفنا ايه هو التهاب المفاصل، النهاردة اتكلمنا عن ايه هي اسبابه واللي هي جزء من العلاج، لان انا لو منعت الاسباب المرض بالتبعية بيتمنع. المرة اللي جاية هنتكلم عن ازاي اعالج التهاب المفاصل، واللي اهم من العلاج الوقاية منه. يعني انا لو انا لسه عندي التهاب بسيط ولسه ما وصلتش، ازاي اتخلص منه واخف باذن ربنا، وكمان اقي نفسي فكرة ان انا ادخل في حاجة زي دي. يومكم جميل، يومكم كله صحة وعافية. استناني الفيديو اللي جاي، لسه مكملة في موضوع الالتهابات، الموضوع كبير، بإذن ربنا يكون خير، بإذن ربنا على ما نخلصه ناس كتير تكون حصلت لها توعية، وربنا يحمينا ويحافظ على صحتنا، وكل سنة وانتم طيبين. سلام.